السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنظن كلشي لاحظ هنا في المغرب وربما حتى في كثير من الدول العربية أن أسعار المحروقات وبالخصوص في المغرب ما بقاتش كتحرك بشكل عادي، إنما أصبحت كتحرك وكأن لها منطق خاص بها، وكأنها لا تخضع لنفس القوانين اللي كتحكم الأسواق العالمية. كترتفع بسرعة مذهلة عند أول شرارة في أسعار النفط، عند أول توتر سياسي، عند أول خبر عن أزمة أو حرب أو تهديد، عند أول ضربة جوية. لكن في المقابل عندما ينقلب المشهد تماما وكتنخفض الأسعار عالميا، كيصبح الأمر فجأة معقد بزاف، مليء بالحسابات، مليء بالتبريرات، مليء بالكلمات التقنية اللي ما كتسالاش وما كتفهمش. وهنا كيبدا السؤال اللي ما يمكنناش نتجاهلو تماما: هل نحن أمام سوق حرة فعلا، أم أمام سوق كتتحرك في اتجاه واحد فقط؟ والأكثر إثارة في كل ما حدث بعد الهدنة بين واشنطن وطهران وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، هو هذا الصنف الثقيل اللي كيسبق كل مرحلة انخفاض، وكأن الانخفاض نفسه يحتاج من إذن غير مكتوب باش يوصل للمواطن العادي. لأن الجميع كيتذكر جيدا كيف كانت الأسواق كتفاعل بسرعة كبيرة عندما كان الاتجاه هو الصعود. لم تكن هناك حاجة لانتظار طويل، ولا لنقاشات مطولة، ولا لتبريرات معقدة. لكن الآن، وبعد أن تغير الاتجاه تماما، فجأة أصبح كل شيء يحتاج ليه الوقت، تحليل، دراسة، انتظار، وكأن الانخفاض ليس جزء طبيعي من السوق، إنما استثناء يجب التعامل معه بحذر شديد. وهنا بالضبط كتشكل المفارقة اللي كتزعج المواطن العادي قبل أي خبير اقتصادي، لأن المواطن العادي لا يدخل تفاصيل البورصات، ولا في التعقيدات العقود الآجلة، ولا في الحسابات ديال الشحن، ولا ديال التأمين، ولا ديال سعر الدولار. المواطن كينظر فقط للنتيجة فقط، يشوف أن النفط انخفض فكيتوقع تنخفض الأسعار نقطة ورجع للسطح. لكن الواقع داخل السوق المحلية كتظهر دائما أكثر تعقيد من هذه البساطة، وهنا كيبدا الشك يتسلل تدريجيا بشويش بشويش. إذا كان الارتفاع كينتقل بهذه السرعة الجنونية، فلماذا لا ينتقل الانخفاض بنفس السرعة؟ ولماذا يبدو أن كل انخفاض عالمي يحتاج مسار طويل بكثير من أي ارتفاع؟ لأن ما حدث بعد الهدنة الأمريكية الإيرانية لم يكن حدث عادي في نظر الأسواق العالمية. فالتوتر اللي كان كيهدد مضيق هرمز، هاد الشرايين اللي كتمر عبر نسبة ضخمة من النفط العالمي، كان كافي لإشعال الأسعار والدفع بها طبعا نحو الأعلى. لكن بمجرد ما بدات مؤشرات التهدئة والسلام كصدار، بدات مع حركة عكسية سريعة. نعرفوا أن الأسواق لا تعرف العاطفة، ما كتعترفش بالعاطفة، كتفاعل مع الخوف بحال اللي كتفاعل مع الأمل. من هذا السبب تراجعت الأسعار بسرعة واضحة. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه الآن داخل المغرب ليس ماذا حدث في نيويورك أو لا لندن أو لا في باريس أو لا في أسواق النفط، بل ماذا حدث في محطة الوقود القريبة من المواطن. وهنا كتبدا قصة حقيقية، لأن المواطن المغربي لم يعد يتعامل مع أسعار المحروقات كأرقام مجردة، إنما كجزء مباشر من الحياة اليومية ديالو. كل زيادة في الوقود كتعني مباشرة زيادة في النقد، زيادة في المواد الغذائية، زيادة في كل شيء تقريبا. لذلك فإن أي تراجع عالمي لا يفترض أن يبقى محصور في التقارير الاقتصادية، بل يفترض أنه يتحول من ارتياح ملموس لجلب المواطن. لكن هذا التحول بالذات هو اللي أصبح كيثير كثير من الأسئلة. ففي كل مرة كترتفع فيها الأسعار يتم الحديث عن السوق العالمية، وعن التوترات الجيوسياسية، وعن المضاربات، وعن العرض والطلب، وعن تكاليف الشحن والتكرير والتوزيع وغيرها كثير من الأسباب. كل هذه العوامل كتصبح حاضرة بقوة. لكن عندما تنخفض الأسعار كتظهر فجأة عوامل أخرى. يصبح الحديث مثلا عن المخزون، وعلى العقود السابقة، وعن التكاليف الثابتة، وعن الضرائب، وعن الفروقات الزمنية بين الشراء والبيع. وكأن الانخفاض كيحتاج دائما مبررات إضافية
باش يوصلنا للمستهلك العادي. وهنا لا يعد السؤال تقنيا فقط، انما كيتحول لسؤال ثقه. هل يشعر المواطن ان قواعد اللعبه واحده في كل الاتجاهات، ام ان هناك مرونه انتقائيه في تطبيق هذه القواعد؟ لان الاحساس العام اليوم عند فئه واسعه من المواطنين هو ان الارتفاعات كتنتقل بسلاسه كبيره، بينما الانخفاضات كتعثر في الطريق. والاكثر حساسيه ان هذا النقاش كيجي بعد سنوات من تحرير اسعار المحروقات، وهي الخطوه اللي قيل انها تفتح الباب امام المنافسه، وتجعل السوق اكثر شفافيه، وتؤدي لتوازن طبيعي في الاسعار. لكن مع الاسف، بعد مرور الوقت اصبح السؤال اكثر حده: اين تظهر هذه المنافسه عندما تنخفض الاسعار عالميا؟ ولماذا لا تنعكس بنفس القوه اللي كتنعكس بها الزيادات؟ والامر لا يتعلق فقط بنقاش اقتصادي، انما بنقاش اجتماعي واسع، لان المواطن اللي كيتابع هذا الملف لا ينظر اليه كخبير، انما كمتضرر مباشر. يرى ان كل تغير في النفط ينعكس عليه هو مباشره على الحياه ديالو، لكن لا يرى دائما مثل الانعكاس عندما يكون التغيير في اتجاه المعاكس. وهنا كيبدا الاحساس بان هناك بالفعل فجوه كتسع كتكبر بين السوق العالميه والسوق المحليه. ثم تاتي نقطه اكثر حساسيه، وهي الارباح، لان النقاش لم يعد يدور حول السعر العالمي فقط، بل حول ما يحدث داخل السوق بعد وصول هذه الاسعار. كم هو هامش الربح؟ كيف يتم احتساب السعر النهائي؟ ولماذا كتغير الاسعار محليا بسرعه عند الصعود وببطء كبير عند الهبوط؟ هذه الاسئله لم تعد تطرح في النقاشات السياسيه فقط، انما اصبحت جزء من الوعي اليومي عند المواطن. بل ان الجدل لم يعد يدور فقط حول اسعار النفط، بل حول الارباح نفسها. فهناك من يرى ان الانخفاض الحالي يشكل اختبار حقيقي من شركات التوزيع، لان السؤال لم يعد كم يبلغ سعر البرميل عالميا، بل كم من هذا الانخفاض غيوصل فعلا للمواطن، وكم منه غيتحول لارباح اضافيه داخل السوق المحليه. هنا تحديدا كيرجع ملف تحرير اسعار المحروقات من الواجهه من جديد، وكترجع مع الاسئله اللي ما تجبرش لينا جواب منذ سنوات، لان المغاربه سمعوا هذا الكلام مرات كثيره من قبل. في كل مره كترتفع فيها اسعار النفط عالميا كانت التفسيرات جاهزه والمبررات حاره، لكن اللي كيثير الانتباه ان السرعه نفسها لا تظهر دائما عندما يتعلق الامر بالانخفاضات. وهنا كيبدا السؤال الحقيقي اللي كيزعج بالفعل الكثيرين: اذا كانت السوق مرتبطه بالنفط العالمي عندما يرتفع، فلماذا لا يشعر المواطن بنفس الارتباط عندما ينخفض؟ وهل المشكله فعلا في اليات السوق ام في الطريقه اللي كيتم بها توزيع المكاسب داخل هذا القطاع؟ لان ما حدث بعد الهدنه الاخيره بين امريكا وايران لا يبدو حدث عادي بالنسبه للمغرب. نحن لا نتحدث عن تراجع محدود سلعه سنويه، بل عن ماده كتعتبر العمود الفقري للاقتصاد كله. النفط يدخل بحال اللي كنعرفوا جماع في كلفه الانتاج وفي الخدمات وفي كل حلقه من حلقات الحياه الاقتصاديه اليوميه ديالنا. ولذلك فان اي انخفاض حقيقي لا يفترض ان يبقى مجرد رقم عالمي، بل يفترض ان ينعكس مباشره على الحياه اليوميه. وهنا كتظهر حساسيه الملف اكثر، لان المغاربه ما نساوش سنوات ديال الغلا، وما نساوش كيف انتقلت الزيادات بالوقود وكل شيء، كل المواد الغذائيه، كل شيء. ولذلك فان اي خبر عن تراجع النفط كيخلق بطبيعه الحال امال استراء، لكنه كيخلق ايضا شكوك كبيره: هل سيصل هذا الانخفاض فعلا للمواطن ام انه غيتوقف في منتصف الطريق؟ وما يجعل هذا السؤال اكثر الحاح هو ان النقاش لم يعد محصور في الاسعار فقط، بل الثقه نفسها، ثقه المواطن في السوق، وثقه المواطن في المنافسه، وثقه المواطن في الانخفاضات، او لا ثقه المواطن في ان الانخفاضات العالميه يمكن تحول لواقع محلي. وفي الخلفيه هناك حقيقه لا يمكن تجاهلها تماما: المغرب كيعتمد بشكل كبير وكبير بزاف على استيراد الطاقه، وهذا الشيء معروف. وهذا يعني ان اي
تقلب عالمي ينعكس مباشرة. لكن السؤال لم يعد عن التقلب بل عن العدالة في نقل الآثار ديالو. من يتحمل الصعود ومن يستفيد من النزول. ولهذا فإن الهدنة بين واشنطن وطهران ليست مجرد خبر سياسي، إنما هو اختبار اقتصادي حقيقي كيكشف ما إذا كان الانخفاض غيوصل فعلا للسوق أو لا غيبقى محصور الخارج. وفي النهاية يبقى السؤال اللي كيتكرر بإلحاح أكبر من أي وقت مضى: إذا كانت الأسعار كترتفع بسرعة عندما ترتفع الأسواق العالمية، فلماذا لا تنخفض بنفس السرعة عندما تنخفض؟ وهل نحن أمام خلل الآلية أم أمام منطق السوق كيتحرك في اتجاه واحد فقط؟ لأن الحقيقة اللي بدات كتبان أن المواطن لم يعد يراقب الأسعار فقط، إنما كيراقب المنطق اللي كيحكم. وإذا اختل هذا المنطق فالمشكلة لن تعد في السعر بل في الثقة نفسها. وهنا بالضبط كيصبح السؤال أكبر من النفط وأكبر من المحروقات وأكبر حتى من أي هدنة أو حرب: من يستفيد فعلا من هذا التحرك العالمي عندما يصل للسوق المحلية؟ وهل سيجد المواطن أخيرا النصيب ديالو عندما يكون الاتجاه نحو الانخفاض، أم أن القاعدة غتبقى كما هي: الارتفاع يصل بسرعة والانخفاض يتأخر دائما؟